بالله بون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوتيوب مقلوب على قضية الفار، وكيفاش الفار ظلم الترجي وما حسبش لهم البونتو، والبونتو راه مش تسلل وكذا. والبلوتوات الرياضية تقلبت واللعبات الكل تقلبت، والراديو والراديوات تقلبت وكذا. به كانوا بونتو و... وفرج عبد اللاوي والفار نحوه. تسمى مظلمة كبيرة برشا للترجي، وكانوا مش بونتو وفرج عبد اللاوي والفار طلع عندهم الحق. راهي مظلمة كبيرة برشا لطاقم التحكيم. هما الزوز في الحكاية مظلومين. دونك راجعوا حساباتكم، وراجعوا الفار، وراجعوا معناتها إذا كان هي تسلل ولا. خاطر الحكم الدولي السابق مكرم اللقيم، أهو مكرم اللقيم كان محايد، لا يحب الترجي لا يحب الافريقي، يحب الاتوال. وهو قال مش ضربة جزاء. وان شاء الله نكونوا يكون الفار معناتها قد مسؤوليته، ويكون الفار معناتها نحاه عن حق ام عن باطل. وبربي نقول كي نحب نقول كلمة القبنطيني: يا سعي يا سعي يا سعي عبد المجيد، راهو إذا تحب من تتحل في هدف، راهو ما عندكش لوريات متاع التحلية، راهو شكون في قلبك. انت انسان كرونيكور و... وكنت قبل مع الترجي التونسي. دونك ما عندكش معناتها سي مكرم اللاقامي ينجم يتكلم، سي هيثم قيرات ينجم يتكلم، اما انت لا. دونك حكاية التسلل وبلانتي ولا مش بلانتي ومخالفة ولا مش مخالفة، هذه الكل ما عندك فيها حتى دخل. انت كرونيكور جابك صاحبي بكار تتحدث صحيح على على البطولات التونسية، وحتى البطولات الأوروبية والأفرقة الأوروبية وجماهيرهم ما عندكش علاش تحكي عليهم. علاش تحكي عليهم؟ وش دخلك في أوروبا أنت؟ هي عندك كان البطولة التونسية والأفرقة التونسية وجماهيرهم، احكي عليهم كهو. لا تحكي على بطولات إفريقية، لا أوروبية لا عالمية. كهو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والله ربي يهديه صاحبي بكار.